صباح الخير، ولو تشوف الحلقه دي بالليل مساء الخير، او تشوفها قبل ما تنام تصبح على خير. اهلا بيك في حلقه جديده من سينمانيست. اول حاجه شكرا جدا جدا لوصول القناه 1000 مشترك من تاني، بجد فرحتوني جدا جدا اللي احنا قدرنا نرجع ل 1000 مشترك قبل نهايه السنه. وعلى ما الانترو بقى تخلص انزل اعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك. بعد النجاح الرهيب والنقلة اللي مش بس في صناعة السينما اللي عملها الجزء الأول من فيلم أفاتار سنة 2009، بيرجع المخرج جيمس كاميرون تاني لعالم بندورا والعالم الأفاتار بعد 13 سنة بالجزء التاني من أفاتار ذا واي اوف ووتر. بتدور الأحداث بعد سنين من انتهاء الجزء الأول، وبنشوف جيك سالي وهو عايش مع عيلته في هدوء وسلام بعد ما بقى قائد قبيلته، لحد ما أهل السماء أو البشر بيرجعوا تاني يهجموا على بندورا بقيادة كولين مايلز بعد ما تمت إعادة إحيائه، بهدف من البشر إنهم يحتلوا بندورا بعد ما كوكب الارض ما بقاش ينفع يتعايش عليه، وبهدف شخصي تاني لكولين مايلز اللي هو ينتقم من جاك سالي. وده اللي بيضطر جيك وعيلته اللي هم يهربوا من القبيله بتاعتهم عشان ينقذوهم من مايلز، لانهم عارفين ان مايلز ممكن يعمل اي حاجه عشان بس ينتقم من جيك. جيك بيلجأ لقبيله تانية وهم سكان البحر بقبيله ميتيكانيا، وخلال احداث الفيلم بنشوف رحله مايلز العنيفه للبحث عن جيك، ورحله جيك للبحث عن الهدوء والسلام لعيلته اللي متخيل انها هتكون عن طريق الهرب من المواجهه. ده كده ممكن يكون الكلام اللي عن الفيلم. لسه بقى الكلام اللي حوالين الفيلم، وهو السبب الاهم للحلقه دي اصلا، واللي هنتكلم فيه على اجزاء كتير. اولهم اجزاء افلام افاتار نفسها، واللي كانت من اسباب تاخير الفيلم كل ده. لو ما تعرفش، سلسله افاتار ما خلصتش بالفيلم ده بس كده، لا، الفيلم محطوط له خطه اللي هو يبقى ليه 5 اجزاء بخطه تتضمن نزول جزء كل سنتين. يعني الجزء اللي نزل في 2022 الجزء الثالث يبقى 24 و26 حتى اخر جزء سنه 28. ربنا يدي الحاج جيمس كاميرون طولة العمر ويديني ويديك انت كمان. بس خليني اقول لك ان الفيلم ده مش من نوعيه الافلام اللي هو ايه ده الفيلم بينجح يلا نعمل اجزاء جديده وهي سبوبه وكل منها يرزق. رغم ان افاتار في 2009 مش بس حقق ايرادات كويسه، ده حقق اعلى ايرادات في تاريخ السينما والمده طويله كمان. على فكره جيمس كاميرون عنده فكره فيلم افاتار من قبل حتى فيلم تايتانيك، بس كان مستني يبقى فيه تكنولوجيا متاحه انها تطلع الفيلم بالشكل اللي هو متصوره بيه، وركز في حته التكنولوجيا دي عشان هنرجع لها تاني. في سنه 2006 جيمس صرح ان لو الجزء الاولاني من افاتار نجح هيعمل اجزاء تانية. تمام. جاي جيمس في 2010 وصرح ان هيكون في فيلمين جداد لافاتار، وان فيلم افاتار ذا واي اوف ووتر هينزل سنه 2014. طب لو هو قال هينزل في 2014، ايه اللي خلاه يستنى كل ده؟ هما سببين. السبب الاولاني كان من جهه الانتاج، واللي في لقاء ما كان المنتج بيقول ان هم لما جم يعملوا الجزء الثاني قالوا لجيمس كاميرون اكتب سكريبت الافلام كلها ال5 اجزاء الاول، وبعد كده نبدا في تصوير الفيلم. ما تفهمش بقى كانوا مخونين الراجل ولا خايفين يفلسع مننا، المهم ده اللي حصل. وبرضه عامه ده مساعد ان يكون في خطه محطوطه للسلسله، ان حتى لو انت بعد كده حبوا يعدلوا قدام يغيروا حاجه، انت عندك خطه للمشروع ككل. يعني ان انت ما تعملش جزء وبعد كده تفكر طب احنا الجزء الجاي يا ترى هنعمل ايه، ولو في شخصيه ماتت وحبينا نرجعها طب هنرجعها ازاي، الكلام ده كله. لا، انت عندك خطه للاجزاء كلها، عارف انت هتمشي ازاي فيهم، حتى انك تعرف توزع الاحداث بشكل مناسب للافلام. ما تلاقيش ان في فيلم بقى حشو وخلاص، لا، انت كل فيلم مديله جزء مهم من القصه بيسلم الاجزاء اللي بعدها. ودي برضو حاجه مهمه في الجزء ده، ان الجزء الثاني هو محتاج تكمله الاجزاء التانية. على الرغم بصراحة أنا حاسس إن الجزء الأولاني كان فيلم بحد ذاته، لكن الجزء التاني افاتار ذا واي اوف ووتر لا، هو محتاج فعلا تكملة الأجزاء الجاية. تاني سبب وهو النقطة اللي قلت لك ركز فيها عشان هنرجع لها تاني، وهي التكنولوجيا اللي تطلع الفيلم بالشكل اللي جيمس متصوره، وده اللي خلى الفيلم يبدأ تصويره سنة 2017. زي ما قلنا جيك بيروح لقبيلة سكان البحر، بالتالي اغلب مشاهد الفيلم اتصورت تحت الميه. طب ايه المشكله في كده؟ المشكله كانت في السي جي اي والجرافيكس اللي هيتعمل تحت الميه، والتصوير 3 دي كمان اللي تحت الميه، اللي ما كانش فيه معده او كاميرا اصلا قبلها تصور 3 دي تحت الميه. دي او بي او مدير تصوير الفيلم نفسه عمل معده مخصوص للفيلم عشان تطلع الفيلم بالشكل اللي جيمس كاميرون عايزه. بالرغم ان المشاهد كانت ممكن تتصور في الاستوديو على فكره، والممثلين يبقوا متعلقين في حبال ويعملوا كانهم بيعوموا في السي جي اي او في الايديت بعد كده تتعمل، بس لا، جيمس عمل تانك ميه داخل الاستوديو وخلى الممثلين يتعلموا مع غطاسين محترفين انهم يقعدوا تحت الميه اطول فتره ممكنه
عشان يقدر ياخد شوتات مدتها 3 و4 دقايق، لدرجه ان في ممثلين قدروا يقعدوا 6 دقايق تحت الميه. كيت وينسلت نفسها كسرت اعلى رقم قياسي كان لتوم كروز وهو 7 دقايق. تعالى بقى من هنا نتكلم عن ازاي الفيلم اتصور، لانه اتصور على كذا مرحله. اول مرحله كانت داخل الاستوديو والممثلين ببدله السي جي اي اللي هي السودا دي، وجيمس كان مزود في البدله خوذه بتركب فيها كاميرا تبقى قدام الممثلين عشان تلقط الرياكشنات بتاعتهم، وده عشان يتكسر او يتقلل الاحساس بان الافاتار مهما كان في النهايه هم مش حقيقيين، هم جرافيكس. فالكاميرا دي تساعد ان الرياكشنات تبان انها حقيقيه، الوشوش تبان انها حقيقيه جدا. واثناء التصوير جيمس كان معاه كاميرا مخصوص بترندر او بتحول بشكل مباشر اللي الكاميرا شايفاه للشكل السي جي اي المبدئي اللي الممثلين هيتحولوا بيه للافاتار. يعني جيمس وهو بياخد الشوت باصص في الكاميرا دي شايف بشكل مبدئي للافاتارز والبيئه المحيطه بيهم، وده ساعده ان هو يبقى شايف قدامه مباشر الشكل. فمثلا لو حب يرتجل حركه كاميرا ما، حب ياخد حاجه تاني يعيدها، او في رياكشن معين عايز يصوره. وكمان يساعد الممثلين انهم يشوفوا نفسهم، يبقى عندهم تصور هم شكلهم هيبقى ازاي، فيقدروا بالشكل ده اللي هم يخشوا جوه اجواء الفيلم. لان في الحقيقه مصممين السي جي اي وجيمس كاميرون هم بس اللي عندهم تخيل الفيلم في دماغهم هم. وفي لقاء اتعامل مع الممثلين، في ممثله بتقول انها لما شافت الشوت على الكاميرا دي اطمنت للشوت اللي هي بتصوره. المرحله الثانيه وهي ان الشوتات اللي اتصورت في الاستوديو دي راحت لاستوديو تاني عشان يرندرها ويطلعها بالشكل النهائي، وبعد كده راحوا يصوروا المشاهد الحقيقيه اللي هي فيها ممثلين حقيقيين مش الافاتارز، وراحوا بقى يصوروا في الاماكن زي الغابات، بحر وحاجات كده. حتى انهم اخترعوا زي ووتر جيتس كده للممثلين شبه الكائنات المائيه اللي هتكون في الفيلم، عشان الممثلين يتدربوا عليها ويتعودوا على الحركات اللي هي هيعملوها داخل الفيلم والطريقه بتاعت الحركه بتاعتها. واخر مرحله كانت هي دمج المشاهد بتاعت السي جي اي والمشاهد الحقيقيه. تمام، ليه الريفيو ده كله كلام او اغلبه كلام عن صناعه الفيلم نفسه اكتر من الفيلم؟ اولا لان من وانا بتفرج على الفيلم وانا كل اللي شاغل بالي حاجه واحده بس، الفيلم ده اتصور ازاي. وببساطه شديده المتعه في الفيلم ده هو تجربه الفيلم نفسه، تجربه عالم بندورا اللي خلقه المبدع جيمس كاميرون. وبعدين ما اظنش ان انت في 2009 دخلت الجزء الاول للفيلم عشان تشوف الناس اللي هي لونها ازرق وبديل دي بيقولوا ايه. احنا دخلنا الفيلم عشان لقينا جيمس كاميرون جاي يقول لنا انا عملت اول فيلم 3 دي. لو تفتكر الفتره دي ما كانش فيه تابلو عربيه ولا درج كومودينو ما فيهوش نظارات 3 دي، وفي بقى اللي كان بيجرب النظاره 3 دي على تلفزيون بيته ويشوف الصوره هتطلع من الشاشه ولا لا. تجربه غيرت كتير جدا في السينما، وعامه دي عاده افلام جيمس كاميرون، رجوعا لافلامه زي تايتانيك، ترمينيتور، رامبو، إلينز. كل افلامه مش بس نجحت وان هي بتعمل ايرادات ولا بتاخد جوائز، لا، افلام بتغير في السينما نفسها. ده الجزء الاول من افاتار اتعمل لعبه بعد كده على البلاي ستيشن. جيمس كاميرون المره دي بيقولك تعالى برضو عيش التجربه دي من تاني، شوف بعد 13 سنه انا عندي ايه تاني لسه ابهرك بيه في عالم بندورا. بمورال ومعنى للفيلم عامه، مش اي كلام وانك تحس ان الفيلم ما فيهوش قصه، لا، الفيلم فيه معنى وتساؤل مهم جدا عن فكره المقاومه. كل عناصر الفيلم خدمه الفيلم بشكل رهيب جدا، حتى الموسيقى التصويريه اللي طول الفيلم حطاك داخل المود بتاع الفيلم والبيئه المحيطه بتاعت الفيلم بشكل رهيب. تجربه فريده جدا مدتها 3 ساعات. من هنا ابدا اتكلم عن مشاكل الفيلم من وجهة نظري، وهي مدة الفيلم 3 ساعات. لو هنتكلم على التجربة البصرية، لا، الفيلم تجربة بصرية رهيبة جدا، وبجد لو في تجربة بصرية بس انا كنت احب الفيلم انه يطول اكتر واكتر وافضل داخل عالم بندورا. بس كفيلم سينما هنا بقى المشكلة بالنسبة لي، تحس ان تعلق جيمس كاميرون بالفيلم وبكل التفاصيل والمجهود اللي اتعمل فيه مخليه عايز يوريك كل حاجة في الفيلم، عايز يوريك كل تفصيلة في الفيلم بحركات ال 3 دي بمش عارف ايه، مش عايز يسيب حاجة ما يوريها لكش، بالمناظر المختلفة، الغابات، الحياة تحت المية، اللي مع الوقت طول وراحة الشطات دي على الشاشة خلتني شويه حسيت ان انا بتفرج على ناشونال جيوغرافيك ولا ديسكفري. والمشكله الاكبر هي ترتيب الاحداث. يعني في الوقت اللي كولين المايلز بيعذب القبائل التانية وبيولع في غابات عشان يعترفوا على مكان جيك، على الناحيه التانية جيك وعيلته بيلعبوا مين نفسه اطول تحت الميه وبيتفرجوا على سمكه التونه العنيده في قاع الهامور. ده كان عنصر مهم، لان قدام فيه مشاهد مهمه تحت الميه، فما تتفصلش بسؤال اللي هو طب هم ازاي قادرين يقعدوا كل ده تحت الميه. بس انت مش محتاج توريني كل المشاهد دي وطول المشاهد دي كلها عشان اصدقك.
فاهم قصدي؟ يعني الفيلم ده كان ممكن يتشد في ساعتين مثلا. المشكلة ان طول المشاهد دي خلى سرد الفيلم فيه حاجة غريبة. مثلا الفيلم في اول دقيقتين عمل حركة لذيذة جدا، وهي زي تلخيص كده جيك بيحكي لك فيه اللي حصل من انتهاء الجزء الاولاني لحد اللحظة اللي الفيلم هيبدأ فيها، وفي نفس الوقت فكرك بالشخصيات اللي انت ما شفتهاش بقالك 13 سنة اللي عادي جدا تكون نسيتها، وكمان دخلك في مود الفيلم بسرعة بلقطات سريعة اللي هي الفوتو مونتاج اللي بتتعمل في حالات زي دي، او في حالة تانية وهي لما تبقى عايز تبين مرور الوقت بس بلقطات سريعة. لحد هنا تمام، خلصنا بقى من الجزء ده. المفروض بعد كده اللقطات تاخد الزمن وسرعتها الطبيعية والإيقاع الطبيعي، ده ما حصلش. في مشاهد هجوم البشر ومقاومة الافاتارز ليهم، الإيقاع لسه سريع، اللقطات لسه متاخدة من زوايا غريبة بتبوظ الإحساس بالاستمرارية لما يزيد عن 5 دقايق، اللي خلاني حاسس طب هو أنا بتفرج طيب على تريلر الفيلم، ولو دفعت الاشتراك هتفرج على النسخة كاملة؟ بالمناسبة صحيح، انت عملت لايك واشتركت في القناة لحد دلوقتي ولا هتقضيها بحلق بر؟ المهم الموضوع ده حصل لأن جيمس كاميرون كان عايز يخلي أولوية الأحداث ليه بعد انتقال جيك وعيلته للقبيلة الجديدة. من هنا تجربة الفيلم كلها، وده خلى النص التاني من الفيلم بعد الاستراحة واخد حقه اكتر، المشاهد اطول، واكتر وقت كان ايقاع الفيلم مظبوط فيه هو اخر سيكونس، اخر 45 دقيقة في الفيلم مثلا. بس انا كمشاهد خلاص، انا كل اللي بفكر فيه الطريق اللي لسه هسوقه للبيت بعد ما اخلص. قاعد بفكر هو انا لما هطلع من السينما هبقى قادر اعمل حاجه ولا يا دوبك هرجع بيت انام. وانا دخلت الفيلم حفله 11، رجعت بيتنا الساعه 3 الفجر. انا كويس ان انا ما قدرتش استنى لحفله 12 بالليل، كنت هنام جوه السينما، انا صدعت وانا بتفرج. وهنا نيجي لاخر مشكله وهي ال 3 دي نفسه. يعني على قد ما التجربه الله الحاجات طالعه وال 3 دي ومش عارف ايه، بس 3 ساعات الشاشة غامقة الموضوع متعب جدا. الفكرة انك لما تيجي تقلع النضارة جوه الفيلم ولا انك تشوف التريلر تلاقي الصورة حلوة جدا، الالوان تحفة، يا عم طب معلش خلاص بلاها الحاجات اللي بتطير دي. بعدين اللي مضحكني اللي انت في عز ما السينمات مش عارف سينما الاي ماكس ومش عارف ايه، جيمس كاميرون لسه بيقول لك تسمع عن 3 دي. خلاص يعني، بس انا مش عارف، هي التجربة زي ما بقول لك التجربة ممتعة، بس 3 دي فعلا بيصدعني. يعني انا ما اعرفش انت بالنسبه لك ايه، بس انا فاكر ترجع تاني الفتره دي ان لما ايه لو حد بيلبس نظاره يبقى عنده مشكله بقى، لا انت طب انا هقلع النضاره تاني عشان البس نظاره 3 دي وما بقاش شايف كويس، ولا افضل لابس النضارتين على بعض. انا بجد وانا قاعد بتفرج على الفيلم كنت قاعد خايف اللي هو يا رب ما نرجعش ان الافلام كلها ترجع 3 دي تاني. انا خارج من السينما بصداع رهيب جدا في دماغي، اكبر من الصداع اللي جالك مني اكيد دلوقتي. بس اطمن، انا كده خلصت كل اللي عندي. بعدين استنيت 13 سنة على الجزء التاني، مش قادر تستنى على اخوك كام دقيقة؟ ده اقل واجب يعني تعمل شير للحلقة وتقول لي رأيك تحت في الكومنتس، وتشوف الفيديو اللي انا سايبه لك هدية تحت في الديسكريبشن لو حابب تفهم وتعرف اكتر عن ازاي الفيلم اتصور. بس كده، ده كل اللي عندي. ستي سيف، سلام. ايه يا ماو النضاره المضروبه دي؟ البنت شغاله مع الواد الله ينور يعني، وحلقالي تماما.